من المسجد الحرام في مكة المكرمة، من أقدس أماكن الدنيا. بالأمس حدثت حادثة في مكة المكرمة هزت الشارع بأكمله. وتذكرت قبل فترة حصلت حادثة، الرجل المصري اللي دفه العسكري وحصل بينهم شجار. لم تبقى قناة في الدنيا إلا ونشرت ذلك الموقف، والهدف بكل أريحية وبكل سلاسة تشويه صورة رجل الأمن في الحرم، والسعي جاهدين لتشويه صورة مملكة التوحيد والسنة أعزها الله وأدام عليها الأمن والأمان. وبالمختصر المفيد، والله وبالله وتالله لو أتوا بأكثر الحاقدين في الدنيا وأجلسوهم في مكة وكانوا منصفين، بعد 3 أيام يقبلون رؤوس كل رجال الأمن في المكة المكرمة وفي المدينة المنورة، فجزاهم الله عنا خيرا. بالمختصر المفيد، لما ترى الموقف الأول قبل أيام حصلت حادثة، رجل أمن دفع رجل مصري وحصل بينهم شجار، لم تبقى قناة إلا ونشرته، الصحف، المجلات، الحسابات، كلها تحاول جاهدة بأن تسقط جهود أو تنكر وتجحد جهود رجال الأمن في الحرمين وتصفهم بأقبح الأوصاف. وبالأمس رجل الأمن ريان العسيري حفظه الله ورحم الله من أنجبه ومن رباه ومن نشأه على هذا الخلق يضحي بنفسه لكي يحاول جاهدا أن يمسك بهذا المعتمر الذي حاول بأن يرمي نفسه من أعلى دور. إن لم تكن، أنا والله عجزت أني أوصل لكم رسالة معاشر الحاقدين، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. كما نشرت تلك الحادثة، كل رجل انشر هذه الحادثة، كل رجل وقل جزا الله رجال الأمن خير الجزاء، فجزاهم الله خيرا. بالمختصر المفيد، هذه البلد لا يضرها قدح ولا ينفعها مدح، يعني بالأول والآخر كلامي أنا لا يأكل عيش ولا يشرب ماء ولا ينفع ولا يزيد ولا هم بحاجة إلى كلامي، ولكن ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا رجل اعدل، على الأقل انشر الصورة كما هي. نحن والله الذي لا إله إلا هو أنني أعلم بأنني سأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأحاسب عما أقول، ولكن لما أرى هذا الخير كله وأرى عظيم الأجر وأرى الخير كله أمام عيني، وأرى أن في المواقع ما ينشر إلا الشر والأشياء التي لا تمت للواقع بصلة. جزاكم الله خيرا. وبالمختصر المفيد، نهاية المقطع أقول: أعظم لقب يتلقب به من يحكم المملكة العربية السعودية أنهم يتشرفون بأن يسمون أنفسهم خادم الحرمين الشريفين، يفتخرون بهذا الشيء، فلا تزايدون على رجال الأمن أو على رجال مملكة التوحيد والسنة وحماة العقيدة ما يقومون به في الحرمين. جزاهم الله خيرا. المقطع هذا في عين كل حاسد وشانئ نشر المقاطع الأولى وسكت عن هذا المقطع. لا تخلوا يتوقف عند أحد، قولوا لهم هؤلاء هم جنودنا وهؤلاء هم أحفاد عمر وأبناء عائشة،